بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نكون حريصين جدا واحنا بنحمي الكلب دوت او الكلب بتاعنا بالدايزانون او الاميتراس او اي مادة سامة، ما يجيش على العين ولا المناخير ولا الكلب يلحس. ويفضل تكون كمامة جلد مش حديد بشبك عشان تنزل المية. ونكون عارفين ازاي نسعف الكلب اذا لحس او جاتله اي نقطة من نقط السم ده. واللي مش عارف يا جماعة ما يحاولش يعمل حاجة زي كده تكون شديد الخطورة. تمنياتي لكم بالتوفيق. كابتن عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم، مدرسة تدريب الكلاب. برحب بكم بحييكم. الصيف وهجوم القراد طبعا في الصيف على المزارع وعلى الكلاب، وازاي نعالج. احنا نقول الطريقة اللي عنده اكتر من كلب، وهي الدايزانون. ده الحل الوحيد، مع ان الدايزانون احنا عارفين ان هو خطر جدا على الانسان، هو بينشط الخلايا السرطانية، ولكن الله هو الحافظ. ولكن انا ما انصحش ان اي حد يستعمله الا لما يكون متكمم مثلا وعامل كمامة وعامل احتياطاته. لو جه في عينيه يغسل بعينيه كويس او بميه كتير. وطبعا لو الكلب زي ما احنا شفنا قبل كده، لو الكلب لحس منه هندي 4 سم اكسجين و4 سم ميه عشان الكلب يعمل غسيل المعده. الدايزانون بقى بالنسبه للزرع بنجيب بانيو زي دوت، وبنعمل حاجه اسمها تغطيس، نغطس الكلب. فبنشوف استيعاب البانيو، ونحط سنتي دايزانون على لتر ميه. تعالى لغايه ما يبقى شكله زي الحليب كده. تعالى ورينا الصوره كده يا محمد بعد اذنك. ماشي، بيبقى شكله زي الحليب كده ابيض. خلاص، نروح بقى يا محمد عشان نغطس الكلب. نبتدي نحط الكلب في البانيو. يلا يا قمر، غطس الكلب. طبعا بيبقى فيه 2. شيله من ايوه زي ما شلت الاولاني كده، مش من غير ما يطرطش. طبعا الكلب بيبقى خايف انه هو ينزل البانيو. ونقعده في الميه، اقعد. ده التغطيس. ونخلي كل جسمه يشرب الدايزانون. شاطر. الان طبعا نو. ناخد صدره. طبعا دي وقايه وعلاج في نفس الوقت. ولو في اي حاجه بنقيها وارميها في الميه. هو سقسق ودانه بايديا كده. طبعا الكلب بيبقى متوتر، ولو في حاجة بشيلها وارميها في الحوض. خلاص، المفروض دي تبقى حاجة دورية مرة في الأسبوع لكل الناس اللي عندها مدارس. طبعا في ناس بتستخدم الخرطوم الرشة بتاعت بتجيب بخاخة كده وترش، ما ديش مش كفاية بصراحة. لازم الكلب يتغطس تماما لغاية رقبته. تعال محمد. شكرا. يلا وديه. بس احنا صايمين يا عم، ابعد عني. روح هناك على النجيل بقى. اوريلكم بس الدايزانون، نوع الدايزانون اللي نشتغل بيه دايزانون حيوانات، مش اي دايزانون وخلاص. دايزانون حيوانات، لازم تكون الحيوانات معروفه للكلاب وللمواشي. دايزانون حيوانات، مش دايزانون وخلاص. الدايزانون ده موجود عندنا في مصر، في القاهره، في اماكن معينه، في حته اسمها تحت رابع عند مديريه الامن. ده التجمع الكامل لبتوع الادويه بتاعت المبيدات والحشرات. بتجيبوا دايزانون في كذا، عنده كذا ماركه بالدايزانون، بس انا بفضل الدايزانون بتاع الحيوانات، هو اللي بيجيب النتيجه الفعاله. كابتن عبد الكريم، مدرسة تدريب الكلاب، بيرحب بكم.